كابتن عبيد الله يعني تكلم قبل شوي أحمد في فكرة مشاركة رودريجو. كانت الفكرة قائمة على ترك بنزيما وفينيسيوس دائما في الأمام بمهام دفاعية أقل بحيث تترك المساحة بشكل أكبر لهما في ظل وجود فالفيردي. الفترة الأخيرة وكأنه يعني ثبت من ثوابت أنشيلوتي عودة للثلاثي فينيسيوس رودريجو وبينهما كريم بنزيما. حدثني عن رودريجو تحديدا. هو ممكن في النصف الثاني من الموسم يمكن أهم تغيير صار في ريال مدريد هي مشاركة كامافينجا كلاعب ظهير أيسر وحل هذه المشكلة والصداع اللي كان موجود عند كارلو أنشيلوتي وتحويل رودريجو إلى لاعب أساسي، واللي أعتقد أنه لاعب ممكن من أهم مزاياه أنه لاعب متعدد الحلول، يعني يقدر يعطيك حل فردي بارع جدا مثل اللي أغير من شكل مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدور الثمانية، أو حتى ممكن يعمل الزيادة مع فينيسيوس وبنزيما على الجانب الأيسر حتى لو كان على الورق كلاعب طرف يمين من الممكن أن يدخل في عمق الملعب ويعمل لك الزيادة اللي موجودة مع فينيسيوس وبنزيما. أيضا من الأشياء المهمة جدا عند رودريجو أنه لاعب وإن كان لاعب جناح قصير القامة لأن عنده تمركز جيد داخل منطقة الجزاء. العام الماضي تقريبا في مثل هذه الأيام عمل الملحمة في الشامبيونز ليج برأسيات مانشستر سيتي بالضبط من مركز لاعب 9 المركز اللي هو لعب فيه في فترة من الفترات مع سانتوس قبل ما يكون في ريال مدريد. والحل اللي ظهر في مباراة برشلونة أنه لاعب سريع جدا في عملية التحولات، يقدر يقود لك التحولات، لاعب والكرة تحت رجله سريع جدا، عنده حلول، عنده مرونة عالية جدا. فأعتقد أنه في الفترة هذه من الموسم قاعد يشكل ثلاثية جدا ممتازة مع فينيسيوس ومع بنزيما. في فترات سابقة في الموسم الماضي وإلى تقريبا منتصف الموسم الحالي كان كلما أتت مباراة كبيرة حتشوف فالفيردي كلاعب طرف يمين مع بنزيما وفينيسيوس وتكثيف الوسط من خلال مودريتش كروس تشواميني. لكن أعتقد أنه في هالفترة بالنسبة لريال مدريد رودريجو أصبح لاعب لا يمكن الاستغناء عنه من أجل التأثير الكبير اللي قاعد يصنعه ومن أجل التكامل اللي موجود اليوم ما بينه وبين بنزيما وفينيسيوس رودريجو. أعتقد أنه في عمره 22 سنة 14 هدف 11 أسيست بالنسبة للاعب في بعض الفترات ما يلعب كلاعب أساسي إحصائية جدا ممتازة. ورودريجو بالمناسبة هو تكيف مع ظرف صعب جدا في ريال مدريد لأنه هو شبيه جدا فينيسيوس في تجربته في البرازيل، كان يلعب كلاعب على اليسار يلعب بقدم يمنى يحب يلعب كجناح أيسر. أتى ريال مدريد في وجود فينيسيوس أنت من عليك أن تتكيف مع فينيسيوس أنه تلعب كلاعب طرف يمين. اليوم قليل جدا تجد لاعب يلعب بالقدم اليمنى يلعب على الطرف اليمين ومع ذلك تكيف قاعد يقدم حلول مهمة جدا بالنسبة لريال مدريد على مستوى الصناعة والتسجيل. وأعتقد أنه في هالمرحلة من مسيرته بدأ يأخذ مكانة كلاعب أساسي. اليوم مستقبل ريال مدريد مبني عليه هو فينيسيوس مع بعض. السؤال فقط هو من سيعوض بنزيما لما يصل إلى مرحلة أنه يخرج من ريال مدريد. ممتاز. يمكن يكون أيضا صرح رودريجو على مستوى المنتخب أنه دائما اليمينيين يلعبون في اليسار فبالتالي زحمة في المنتخب. اليوم تكون أنت الجناح الأيمن بهذه القدرات وأن تكون في ريال مدريد وتفك الضغط حتى عن فينيسيوس. بتكلم أيضا على طاري هذه الفترة الملحمية بالنسبة لمدريد، دائما هي تكون أعلى فورمة لبنزيما تحديدا. الفورمة الأعلى حدثت الموسم الماضي في الشامبيونز ليج حتى الموسم اللي قبله. اليوم المراهنة على هذه الفورمة في هذا التوقيت. هو السنة دي تمت إدارة دقائق اللي بيلعبها بنزيما السنة دي بدأ 21 مباراة والحد الأقصى أعتقد للمباريات اللي ممكن يوصل له هو 26 أعتقد 26. بنزيما السنة اللي فاتت لعب 32 لكن مع الإصابات الموضوع بدأ يختلف. مودريتش نفس الكلام. مودريتش السنة دي في الدوري بدأ أساسي في أقل من 50% من المباريات ودي طبيعة الحال. لكن على ذكر رودريجو أعتقد أن رودريجو هو ميكس ما بين بنزيما وفينيسيوس. كنت بقول لك أن رودريجو هو الميكس بين بنزيما وفينيسيوس، يعني هو مش بقوة وسرعة فينيسيوس لكن يمتلك جزء كبير من هذا الجانب ومش بشمولية وخبرة ومهارة وقراءة وذكاء بنزيما بس هو يمتلك كمان جزء كبير في هذا الجانب. فاحنا اعتبرنا ان هما الاثنين في اتجاهين هو مساحة ما في النص يمتلك من الاثنين وده اللي بيساعده اكتر يلعب جناح ايمن وايسر ومهاجم. كلما كان اللعيب اكثر وعيا بالجيم زي ما الجملة اللي بتتقال دايما على برناردو سيلفا، ده لعيب فاهم الجيم. هو مش جناح ايسر مش جناح ايمن مش لاعب وسط ملعب، هو لاعب كرة قدم بيفهم الجيم فلو حطيته في اي مكان هو يقدر يتعامل معاه. هذا بدأ في الدوري. بالمناسبة انت لما تيجي تتكلم عن اي فريق كرة في العالم عشان تقدر تاخد انطباع عنه بتروح للدوري الا مدريد. يعني اي فريق عايزين نتكلم عنه في اي مكان في العالم هتروح لماتشات الدوري، دي بطوله بتتلعب طول السنه بتتلعب كل اسبوع بيعيش فيها كل الظروف وكذا الا مدريد. مدريد هو الفريق الوحيد اللي انا بشوف انه احيانا مهما كان سوء مستواه في الدوري هو يقدر يجي في المباراه الصعبه وتجد وجه مغاير صحيح. تماما. ويمكن ده اللي بيخلي او اعتياد مدريد كمان على هذا الامر ان مدريد حتى في الثلاث سنين خد فيهم الشامبيونز ليج موسم 16 17 كان خرافي، لكن الموسمين ما قبل وما بعد مدريد كان بيجي في شهر مارس
صحيح. لما يخسر الصعود 17-18 الناس كانت بتطالب برحيل زيدان لغايه مباراه بي اس جي، لغايه الشوط الثاني من مباراه بي اس جي ومن ثم الشامبيونز ليج، ثم حصل التحول الكبير الشهير بتاع مدريد. بعد انه نفس النقطه الاولى كابتن عبيد الله فيما يتعلق بانه بطوله، او انت خرجت من سباق الدوري خسرت السوبر الرباعي، واليوم انت امام خطوه صعبه في تشامبيونز ليج، وهذه البطوله انت تجد في وجهك في النهايه اساسونا، وخصوصا ان طريقك اصلا يا مدريد لم يكن بالطريق السهل، مررت من خلال فياريال، اتلتيكو مدريد، ثم برشلونه. شوفوا مما يزيد الرغبه عند ريال مدريد للتتويج بالكاس في مباراه الليله المسار الصعب جدا اللي مر فيه. يعني خلال السنوات الماضيه اعتقد ما كان في مسار بالنسبه لريال مدريد اصعب من مسار الفتره الحاليه. مباراه فياريال جت في وقت ريال مدريد كان عنده ضغط مباريات، فريق الموسم الماضي وصل الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، كانت المباراه تقام على ملعبه في فياريال، ومع ذلك نجح الهلال ان يقلب تاخر في النتيجه الى فوز. ذات الامر حصل مع اتلتيكو مدريد في مباراه ديربي في نصف النهائي، تخسر ذهابا 1-0 في مباراة ما قدم فيها برشلونة أداء مقنع إلى حد كبير، بعد ذلك تكون العودة في مباراة الإياب. فلما تقطع هذا المشوار من المباريات الصعبة واللي تعود في كان أساسونا فقط بمراجعة بسيطة لهذا الموسم أمام الفرق الكبيرة اللي قفل أمامها يلعب خلف الكرة بلاعبيه العشرة، أنه يسجل أو يسجل مباريات جيدة. مثلا مع مدريد في الدور الأول 1-1 ومطرود من عنده لاعب، مع مدريد في الدور الثاني خسر أي نعم 0-2 ولكن أهداف كانت في الربع ساعة الأخيرة والعشر دقائق الأخيرة. أمام برشلونة في المباراة الأخيرة كان مطرود من لاعب، سجل جوردي ألبا دقيقة 85، أي أنه صبر حتى 85، قاوم حتى 85. نفس الفكرة أمام أتلتيكو مدريد، سجل في العشر دقائق الأخيرة، أي أنه يعرف يلعب أمام هذه الفرق الكبيرة، لديه تجارب جيدة مع روساتي بهذه الفكرة. هو كان سيء الحظ بس ان هو امام السته الكبار او الست المراكز الكبرى في الليجا اخذ نقطه واحده كانت من مدريد في البرنابيو. لكن هو بيعرف يلعب الجيم ده. بالمناسبه هو اساسونا مش شبه فرق اسبانيا المعتاده اللي هي شبه سوسيداد مثلا، شبه فياريال، الفرق اللي بتعتمد انها تلعب بالكوره اكتر، بتدافع مش بنفس القوه اللي بتحاول تسيطر بيها على المباريات. هو نموذج مختلف شويه، انت هتشوف عرضيات احيانا مبكره جدا، مش لازم يوصل لاعلى نقطه في الملعب عشان يلعب عرضيه، بيلعب عرضيه من اي مكان. هتشوف تسديدات كتير جدا. يمكن اللعيب الوحيد اللي ممكن يبقى عنده شيء من الحل الفردي هو عبد الصمد الزلزولي الجناح الايسر، لكن غير كده هو فريق مش شبه الاسبان نوعا ما، وبيتسم فعلا بالصمود والنضال الدفاعي، بيعرف يلعب المباريات دي بشكل جيد. لكن هو فريق منتصف جدول بامتياز، يعني هو منذ صعوده. بالمناسبه هو ارساتي اليستوندو المدرب الحالي هو ثاني اقدم مدرب حالي في الليجا بعد دييجو سيميوني، مش اقدم عموما، اقدم مع فريقه الحالي، لان سيميوني طبعا قديم جدا وهو صعد بيهم وانهى 10 11 12 السنه دي 9، هو لازال واقف في المكان ده. فريق عنده شح هجومي نوعا ما، لكن صموده الدفاعي هو ابرز ما يميزه بالذات في الماتشات اللي انت قلت عليها.